هل فكرت قبل كده ليه عدد البيتكوين محدود ب21 مليون بس؟ في الفيديو اللي فات اتكلمنا عن الهالفينج اللي بيقلل إنتاج البيتكوين كل 4 سنين، وقبلها عرفنا مين هم حيتان الكريبتو اللي بيستفيدوا من قلة المعروض. بس السؤال الحقيقي هو ليه المعروض أصلا محدود؟ اللي محدد الرقم ده مش الحكومة ولا البنك، ده مكتوب جوه كود البيتكوين نفسه. ساتوشي ناكاموتو حط القاعدة دي علشان يمنع التضخم. زي ما البنوك المركزية بتقدر تطبع فلوس في أي وقت، البيتكوين ما فيهوش الكلام ده. الكود بيمنع إنتاج أكتر من 21 مليون عملة، ومع كل هالفينج سرعة إنتاج البيتكوين بتقل لحد ما نوصل تقريبا سنة 2040، ووقتها آخر بيتكوين هيتنتج. يعني الندرة دي جزء من التصميم نفسه مش صدفة، وده اللي بيخلي البيتكوين يشبه الذهب الرقمي، قليل نادر وصعب الإنتاج. وكل ما الوقت بيعدي ومعروضه بيقل قيمته بتزيد. فلو عايز تفهم سر قوة البيتكوين مش بس في التكنولوجيا، السر في الندرة نفسها. لو حابب تتعلم عن عالم العملات الرقمية بطريقة بسيطة وسريعة، اشترك دلوقتي في قناة كريبتو بالعربي واتعلم الكريبتو في 60 ثانية فقط.